امبارح دخلت المكتب فلقيت ظرفه من الظرف العصفوره بتاعتها مكسوره. العصفوره دي زي قفل كده صغير مكسوره. رحت دورت على حاجه عشان اقفل الظرفه ديت، فلقيت شويه ورق قعدت اطبقهم اعملهم تخشينه للظرفه عشان اقفلها، ما نفعش. قلت طيب اقفلها بايه؟ المهم يا سيدي ما لقيتش تخشينه نافعه تمسك الظرفه، فرحت جايب قلم رصاص، قلم حلو كده طويل محترم من الاقلام الغاليه، ورحت حطيته مكان العصفوره دي، قفل الظرفه. الغرض ان بعد شويه انا وكل الموجودين في المكان نسينا ان القلم ده محطوط مكان القفل، وغالبا هو كمان نسي انه بيلعب الدور ده. وعدى الصيف وخلص ودخل علينا الشتاء، واكتشفنا انه برضه في الشتاء احنا محتاجين الضرفه تفضل مقفوله بالشكل ده عشان بتجيب صواريخ هواء. ففي الصيف كان هو محطوط مكان القفل عشان سيد التكييف بتاعنا يسقع الاوضه كويس، وفي الشتاء بقى محطوط عشان البرد ما يخشش. قعد على كده كتير جدا. تعرف المشكله بقى في الوضع ده ايه؟ ان القلم الرصاص اتاقلم على دور مش دوره، لعب دور القفل، حتى لو كان بيعمله على فكره بمنتهى البراعه، بس في الاخر هو مش دور، هو ما حققش نفسه. وحتى لو انقذ حياته من الموت، لان اقرانه اللي اقلام باصحابه اتبروا من زمان، كل واحد فيهم اتحط تحت موس من امواس اي برايه وتقريبا خلص. بس على الاقل هم انتهوا بشرف، انتهوا هم بيلعبوا دورهم كقلم رصاص، انما هو لا حصل انه بقى قلم رصاص ولا انه بقى قفل. بس تعرف يا سيدة نظمي، في الاخر دوت حته قلم ما عندوش عقل، جماد. الدور الباقي بقى على البني ادمين اللي عندهم عقل واحرار وبيفكروا وبيقول ده رايي ومن وجهه نظري وانا شايف، وبعد ده كله يكون متاقلم على وضع مش وضعه، بيلعب دور مش بتاعه. حتى لو كان بيلعب الدور بتاعه هو فاشل جدا فيه، يكفي ان هو ليه شرف المحاوله وانه كمل وما تأقلمش مع الوضع. التأقلم جريمة، التأقلم خيانة، التأقلم أخطر من الفشل. ودي مجرد فكرة، بس فكرة هتغير حياتك.